مش انا والله، ما انا مش انا والله. آه. والله ما انا، اقسم بالله ما انا. ايه يا مستر حسين، انت تاكلني ولا ايه؟ عزيزي، تخيل ان ايد من الايدين اللي عندك مره واحده بقت بتتحرك لوحدها. كل مره بتعمل حاجه بتعمل عكسها. يعني مثلا تيجي تقفل الزرار مثلا بتاع القميص تلاقيها هي اللي فتحته، تيجي تشرب كوبايه ميه فتلاقيها زقت ايدك. يعني ايد متخيل ان هي اكنها ليها دماغ لوحدها، ودي بتكون حاله عصبيه نادره. وهي المتلازمه دي بتكون متلازمه اسمها متلازمه اليد الغريب، بتخليك مش متحكم في ايدك التانية. دي اللي هنتكلم عليها النهارده في حلقتنا، عشان كده خليك تتابع معانا عشان تستفاد اكتر. طب هاتي النضاره، هاتيها انت، هاتيها انت، ماشي. شكرا. انا بقى هاتي بقى. حلقتنا النهارده يا عزيزي هتكون عن متلازمة اليد الغريب، ودي بتكون بتحصل بسبب مشكلة في الدماغ، أو هي عبارة عن مشكلة بتأثر على التحكم في الإيد، وده عن طريق إن المخ بيرسل إشارات متلخبطة للإيد، فبالتالي بتتحرك بدون ما يكون الشخص عايز يعمل الحركة دي. ودي طبعا غالبا بيكون سبب إن هو بيكون سبب تلف معين في جزء في الدماغ. علي النعمة انت بتتكلم صح طبعا. طب ايه هي الاسباب اللي ممكن تكون لا قدر الله تكون سبب في الاصابه؟ مبدئيا زي الجلطات في المخ. اي جلطه في المخ ممكن تؤدي ان يكون في بتلخبط الاشارات او التاثير بتاعه المخ في الجسم. وكمان مثلا الامراض او الاورام اللي بتكون موجوده في المخ. الاورام او الورم لما يكون لا قدر الله ضاغط على مثلا اجزاء في المخ طبعا بيحصل مشاكل. وكمان لما بيحصل مثلا خبطه قويه، لو مثلا حد مثلا خبط مثلا خبطه قويه في المخ، او حتى العمليات اللي بتحصل في الدماغ، كل ده بيحصل بسبب ان بيحصل مشاكل في الاشارات بتاعه المخ. برافو عليك. واعراض المتلازمه دي هي ان هو انت دايما بتحس ان الايد دي مش ايدك اصلا او مش بتاعتك، لان هي بتعاند في كل حاجه انت بتعملها. عارف انت اللي هو حاجه انت مش قادر تتحكم فيها، والمشكله ان هي بتكون موجوده عكسك في كل حاجه. يعني مثلا تيجي تعمل تشرب تاكل هي بتمنعك، تيجي مثلا الايد دي مثلا بتنفذ حاجه هي بتقوم عكسها او توقفها. المهم ان هي بتتحرك بدون الاراده. وعشان الدكاتره يعرفوا ايه الاسباب او ان هم يشوفوا عنده الحاجه ديت او المشكله فين، بيحطوهم طبعا تحت الاشعه المغناطيسيه او اللي هي الاشعه المقطعيه عشان يشوفوا التلف في انهي جزء في المخ. برافو عليك. بعد كده بقى نيجي لجزئيه العلاج. مفيش علاج نهائي للمتلازمه دي، بس في شويه حاجات ممكن نعملها بتهدي او بتساعدنا في ان احنا نتحكم فيه، زي العلاج الطبيعي او اللي هو الوظيفي. ساعتها هو هنا المفروض اللي هو الحاله بتتدرب على ازاي ان هي تتحكم في الايد دي، او ان هي بتديها شويه تمارين بحيث ان هي تهدي الدنيا شويه. وكمان برضو العلاج السلوك، ان هو بحيث ان هو يقدر او ازاي توظف الايد دي في حاجات مفيده، او حتى ان هي تشغلها بحاجات تانية، زي مثلا ان هو يمسك كرة اسفنجية او اي حاجة او لعبة او حاجة تكون تشغله. وكمان برضو بعض الادوية عشان اللي بتهدي في استرخاء العضلات. وكمان جلسات الاسترخاء، كل دي حاجات بتساعد ان هي تهدي او تقلل من المشاكل بتاعة الايد دي. يا دين النبي ايه الحلاوة دي؟ في النهاية الموضوع حالة نادرة بس مع التفاهم، وإن الناس اللي بيكونوا موجودين حوالين الحالة تتفاهم مع الموضوع وتتعاطف مع الفكرة، الموضوع هيكون كويس وهتبقى على خير إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقة. سلام.